ليه مها الصغير ممكن تعمل في نفسها كده، او اي حد يحط نفسه في الموقف ده؟ يعني بجد والله يا شماتة احمد السقا فيها. مها الصغير طلعت في لقاء مع منى الشاذلي وعرضت لوحه، واللوحه دي قالت ان هي اللي عاملاها وان هي رسمتها بنفسها. وبالصدفه بقى ان في فنانه تشكيليه دنماركيه شافت اللقاء ده وقالت على اللوحه دي لا ده مها الصغير ما رسمتهاش، وان دي لوحتها اللي مرسومه من 2019 اصلا. وطلعت قالت برضو ان هي حاولت تتواصل مع مها الصغير ومنى الشاذلي وفريق اعداد البرنامج وتقول ان اللوحه دي بتاعتي، ومحدش انتبه ليها. وبعد البوست اللي نزلته الرسامه الاصليه، نزلت منى الشاذلي بوست كاتبه فيه ان اللوحه دي من ابداع الفنانه الدنماركيه ليزا، وكمان احنا بنحترم الفنانين الحقيقيين وبنقدر اعمالهم الاصليه. فاللي حصل ده لازم يوصلنا لحاجه، ان مش علشان نبان واو وجامدين ان احنا نسرق اعمال ناس تانية ونفضح نفسنا قدام كل الناس وقدام الغرب وقدام كل حاجه ونطلع حراميه. وده برضو نفس الكلام اللي حصل مع غادة والي من فتره قصيره. على فكره انتوا ممكن تعملوا رسمه بسيطه وهنسقف لكم ندعمكم برضو عادي جدا، بس تكونوا انتوا فعلا اللي عاملينها بنفسكم مش حد تاني. قولوا لي انتوا بقى ايه رايكم في اللي حصل ده، ومتوقعين رد فعل السقا يكون ازاي؟